من اسهل واروع الكيكات اللي ديريهم في وقفه بزوج حبات بيض وانتي درتي كيكه فرحتي بها وليداتك وفرحتي بها روحك تاني وعلى هلا. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات مطبخ وئام. ان شاء الله وصفه تاع اليوم تلقاكم بخير وعلى خير ودوام الصحه والعافيه. الا كنتي اول مره تشوفي القناه نقول لك مرحبا بك ومرحبا بيا عندك. ان شاء الله تضغطي على زر الجرس ولا عجبتك الوصفه دير لنا هذاك الجيم شباب. وقبل ما نشوفوا الوصفه نروحوا نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويلا مع بعض نشوفوا المقادير وكيفية التحضير. عندي هنا زوج حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، ولا كانوا في الفريجيدير جبديهم في الليل والصباح ديري بها. مهم تكونوا ساعتين ولا ثلاثة يكون هذاك البيض دافي. درت فيه قرصة تاع ملح، كاس تاع سكر، اللي عندها الكاس تاع ام وليد دير كاس الا ربع. وصلوا عندك الخط وحبسوا نفس العبر تكملوا به الزيت. لا الزيت يكون قل شويه، الزيت يكون تقريبا نص كاس بالكاس تاع ام وليد. غادي نخلطوا البياض حتى يولي ابيض. هذاك البياض يولي ابيض هو اللي يعطيكم الخفه لهذيك الكيكه تاعكم. بالنسبه للزيت غادي كي تشوفوا البياض ابيض تبداو تضيفوه غير بشويه، حبه حبه هذاك الزيت. ما ديروش كاع دفعه واحده باش ما يجيكمش الكيك مزيت وهكا. عباليش كاين واحد الانواع تاع الكيكات كي تاكليها يجيك الزيت في فمك، يقعد لك الزيت لاصق لك في شواربك. غير بشويه هكا حتى ندخلوا هذاك الزيت كامل في العجينه تاعنا. انا هنا مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. قلت لكم الزيت درته على دفعات. بالنسبه للحليب درت انا ربع كاس تاع حليب، خاطرش غادي ندير وحده ياغورت. لكن نتوما ما عندكمش الحليب استغنوا على الحليب، وحده ياغورت تكفي. ما عندكمش الياغورت ديروا نص كاس تاع حليب. الحليب يكون دافي ماشي حامي، يكون بدرجه حراره المطبخ زعما هكا عادي، ما يكون لا بارد لا حامي. بعد ما دخلنا هذاك السوائل غادي نفوتوا للمواد الجافه. عندي هنايا وحده مغرف كبيره تاع كاكاو ماذا بيكم تخيروا نوعيه شابه. لما كانت عندكم نوعيه شابه خيروا نوعيه شابه. نغربلوها كيما هكا. الكاكاو هنا من درته ما خلطش غايه، رد لي الحاله غير الكاكاو. الباتر ولا غير الكاكاو، البوطاجي كلشي ولا حاله. بصح معليش كيما نقول لك كي تشوفي النتيجه تفرحي. ميم تروبلي الكوزينه احنا منقين احنا كل يوم ننقوا. هذه هي. نخلطوا كيما هكا كيما تنجموا. شوفوا في هذه المرحله تاع الكاكاو تستعملوا غير الفوي ولا ملعقه خشبيه، تستغنوا على الباتر. الباتر نحتاجوه الاولى باه نبيضوا الخليط تاع السكر مع البيض. انا هنا غادي نخلط بالمغرفه هذه تاع اللوح باش نفيريفي نشوف الا كان كاش كويرات تاع كاكاو كاش كاكاو هودت تحت. نشوفنا للفرينه غادي نستعمل زوج كيسان تاع فرينه فقط لا غير. زوج كيسان تاع فرينه وحده خميره الحلوى، وحده ليفير شيميك بوزن 10 غرام. اللي عندهم تاع 8 يديروا تاع 8 ويزيدوا شويه من الساشي واحد اخرى. غادي نغربلهم كيما هكا ونخلطوا الخليط مليح. شفتوا المكونات سهله بسيطه كاينه في كل بيت، ماشي حاجه زعما تاكل لك البيض ولا 3 حبات بيض ولا 4 باه ديري كيكه لولادك. كيكه سهله تجمي ديريها كعيد ميلاد. ما يكونش عندك باه ديري جينواز ما عندكش البيض بزاف، رانا عارفين كاع بلي البيض راه غالي. كاع نحوسوا على كيكه بدون بيض ولا بحبه بيض ولا بزوج بيض. زوج بيض كاقصى حد باه ديري هذه الكيكه شابه. وراه وقت تاع الفريز زيني بالتزيين كيما تبغي. تجمي تحليها كاع في بين زوج وديري من الداخل كريمه شونتيي، ديري لي فخوي اللي عندك فريز بانان الفواكه الموسميه اللي تكون شويه السعر تاعها رخيص شويه راكم عارفين. هذه هي. هنا بعد ما درنا الفرينه غادي نفوتو نديرو مغرف تاع خل. درت الفرينه درت وحده ليفير شيميك غربلتهم وخلطتهم، درت مغرف تاع خل يعتبر كمحسن. كما شفتوا في بدايه الفيديو الكيك يجي طالع ويجي خفيف ويجي روعه صراحه. انا اليوم نمونطي في الفيديو درتها البارح كملت والله لا كملت ما بقاش منها طرف. جات خفيفه وبنينه وكم عارفين حاجه تزينوها بالفريز. غراوين يموتوا على الفريز وليداتنا ربي يحفظهم ان شاء الله ويحفظ لكم ما عندكم. نخلطوا الخليط كما هكا باه نتني نشوف كاش فاينه لاصقه تحت ولا. كي تشوفوا صاي كاع راه متجانس. في هذا الوقت الكوشه كانت تحمى حوالي 10 دقائق. جبت انا هذا السني، انا عندي سيرسو دائري بغيت نديرها دائريه دائما ندير لهم الكاري. درت سيرسو درت لها تحت بابي كويسون ولصقتها بالسكوتش باش ما يخرج لي شويه خليط هاك ولا هاك. ودرت زيت بابي الومنيوم باش يحافظ لي على الحمان ما تنحرقليش الكيكه. ودرتها في هذا الصني تاع اللي نطيب به البيتزا. تنجموا ديروا فيه اي صني نتوما عادي، بس انا ما بغيتش ندير فيه صني كبير، قلت ندير صني صغير هكا خير.
هنا نجيو للشونطي درتها لكم سرحتها لكم كاع الماكسيموم باش ما تشدكمش الوقت، كاع راكم تخلطوا تعرفوا تخلطوا الشونطي، غير درتها باش كاش وحده ولا هكا تكون اول مره ديرها باش تدي فكره. درت انا كاس تاع بودره الشونطي مع زوج لي بوط ياغورت، زوج وزن 100 غرام. تبغوا ديروا نتوما غير الوحده ديروا غير الوحده، سورتو الشونطي انا دائما كي تكون عندي ما نديرش كاع الكميه نخلطها. كاين شونطي اللي مليحه كي تشري تاع الميزان، وكاين اللي تقولي لافاني ماشي شونطي تقولي خلطوا بيناتها كاع ما تطلعش، تطلع لا طلعت لك تجيك خفيفه. دائما ما ديريش نفس العبر تاع الشونطي مع العبر تاع السوائل، ديري يا حليب يا انا ديفون نبغيها بالحليب وديفون نبغيها بالياغورت على حساب، ولا كريم ديسير ثاني تجي بنينه كديرها بالكريم ديسير. هاي الكيكه تاعنا بعد ما طابت راكم تشوفوا الفوق الوجه شويه دالي كولر قهويه، بغيت نحرق لهيت مع الفطور وخليتها مزيه سلكت دقيقه تاليه كما نقول لك الوقت بدل الضائع شفتها. غادي نحل كيما هكا بالخدمي باش ما تلصقليش وما تلصقليش خاص دهنت المول بالزبده في الحواشي مارغرين دهنتها باش ما تلصقليش. دروك قلبتها كيما راكم تشوفوا، شوفوا كي تجي عاليه. انا كي قلبتها خاطرش الفوق جات شويه جهه مايله وجهه نيشان، باش كي ندير الكريمه تجي على هذيك الجهه اللي مسطحه تجي جهه وحده كاع. وانتوما الا كان جاتكم مايله بزاف الفوق شتو كاين لي الفور تاعها، انا عندي الفور شويه شو الارضيه تاع الفور تاع الكوشه مايله على هذيك، بعض الكيكات يجوا لي مايلين ما يجوش نيشان هكا طلوع تاعهم. تجمو بالخدمي تقلعوا هذاك الشابو تاع الكيكه، فهمتوني؟ تقلعوه بالخدمي باه يولي السطح تاعه كيف كيف. انا هنا بغيت نسقيها بالحليب وانتوما اختياريه، زعما هي في الاصل تجي خفيفه كاع ما تسقوهاش خفيفه، بصح بغيت هكا تجي الجهه الفوقانيه مشربه. هنا الحليب تنجمو تضيفوا له عطر الكراميل ولا عطر الشوكولا. انا من دايره فيها ديجا راني دايره فيها عطر الكراميل من الداخل، ونسيت ما قلت لكمش بصح شفتوني في الفيديو سبقني، واني دايره فيها الكاكاو صاي خليت الحليب هكا عادي. تنجمو تسقوها بالحليب ولا السيروب، بصح من الاحسن نبغي السيروب، ما خصنيش حاجه ديجا حلوه. غادي ندير الكريم شونتيي وغادي ندير الشيكولا، ما خصنيش حاجه حلوه. هنا بعد ما شربتها مباشره غادي نفوت ندير الكريمه الشونتيي. كما تشوفوا كي جات ثقيله خليت الشونتيي بردت، بعد ما طلعتها الشونتيي درتها في الفريجيدير خليتها تبرد باش كي نجي نديرها تجي تبقى هكا تاعها باينه وتساعدني ما تقعدش هكا مايله منه. نبداو نحطو فيها ونسوو فيها بسباتول. هنا نعطيكم فكره برك، سباتول كتبوها تلصق لكم في الكريم شونتي، غمسوها في الحليب وقطروها شويه تقعد هكا منديه وفوتوا بها، ما توليش تلصق لكم في الكريم شونتي وتلصق لكم في الكيك، فهمتوني؟ هذه هي. ونعمروا هكا السطح تاعها، اسهل من هذه ما كاش والله، لا حاجه سهله وتفرحوا بها وليداتكم. ولكن يكون عندك ضيف هكا جاي ولا تاني ديريها له، وراه المشكل تجمي ما ديريهاش هكا في هذا المول الدائري، ديريها في مول كاري تجيك شويه مهوده وتجيك كميه اكثر. هنا نفوتوا للطبقه الاخيره. انا عندي الشوكولا مينا كنت تشوفوا ناقصه منها عباس، راكم عارفين شكون كلاها ماشي انا بصح. وعندي فنجان تاع حليب، تنجموا تذوبوا غير الشيكولا هذه مع الحليب ولا تضيفوا لها الكريمه تبغوها تقعد طريه كيما تبغوا. انا درت لها الحليب ودرت لها مغرف صغيره تاع مايزينا وزدت لها اضافات، جاتني كشغل قليله، درت لها مغرف كاكاو ومغرف صغيره تاع مايزينا ومغرف تاع سكر وذوبتها كاع فوق النار، ماشي بين ماغي، ذوبتها كاع فوق النار باه تجي كميه كبيره. درت فوق الكيكه وكان بقالي كاين واحد الطراف هكا بعد ما درت فوق الكيكه زدت حداها الشوكولا باش نغمس ثاني هذاك الكيك باه تجي بنينه. هنايا شوفوا راني نقلع في السيرسو، تقلعوه بكل سهوله بصح قلعوه بشويه ما تقلعوش هكا بالخوف. انا سرعت الفيديو باش يجيكم قصير. هذه هي النتيجه، راكم تشوفوا كي جا شباب والطبقات باينين. تبقوا قلت لكم ما ديروش نتوما في السيرسو، ديروا فيه سني كبير ضربه واحده، مربع ولا يكون مستطيل على حسب العلو اللي تبغوها، ماشي سني كبير كبير بزاف، يكون هكا 28 على 24 ولا ما يكونش كبير بزاف. التزيين الاخير قلت لكم بالفواكه الموسميه اللي عندكم، يا تزينوا بالبانان ولا تزينوا بالفريز. راكم عارفين البانان بزاف يتوالم مع هذا النوع تاع الكيكات، ولا الفريز ثاني يعطي ديك النظره الشابه، تجي روعه. شوفوا تجي خفيفه بنينه، قد ما نقول لكم علامه ما غاديش نوفي لها حقها، علامات على علامات سليمات على السليمات. غير جربوها وما كاش رايحين تندموا فيها. غادي نقسم معكم طرف تشوفوه كي جا داير من الداخل.
شوفوا راني نقسم غير بشويه باش من بغيت ما نخلطش الكريم شونتيي بالشيكولا هكاك شغل طاشيتها من قعدت نقطع هكا بالشيكولا من الداخل. بغيت باه يبانوا لكم الطبقات من الداخل كي تجي دايره. قسموا معكم طرف. هذه هي النتيجه. شوفوا يجي علامه. غادي نقطع معكم طرف باش تشوفوا كي جاي داير القوام تاعه من الداخل خفيف اسفنجي يتفتت. راني نقول لكم علامه يذوب في الفم. وكملت قلت لكم كملت خدمتها في نهارها كملت الحمد لله. شبعتنا وكفات العائله والحمد لله بزوج حبات بيض فقط. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو. نقول لكم احباباتي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى وصفه اخرى باذن الله.